نستعين بالجمهور. جمهور. يلا جهزوا حالكم، اللي بيعرفوا بيجاوبوا، ما تخسروه بعده ب 300 ريال الرجال. كلمة السنابك تعني الشعائر، البيادر، الحوافر، العشائر. اختاروا الآن إذا تريدوا. $40 أعطينك للبيادر، 20% للحوافر، 26% للعشائر، 14% للشعائر. يعني الجمهور منقسم جدا جدا، ما استفدت بشيء. وما فيك تغير سؤال بعدك تحت السؤال الخامس، ما فيك تغير. احذف اجابتين. نحذف اجابتين. خلينا نحذف له للاخ دريد اجابتين من الثلاثه خطا. عندك الحوافر والعشائر، السنابك. يعني لا توقعي ولا اللي مصوتين على الجمهور. صح. انت كنت متوقع للشعائر. ايوه. السنابك ما فيها اتصال غير بصديق او بقريب يعني. بدك توصل بصديق، يعني بيفضل في عندك، بيكون بالسؤال الثاني روحت 3 وسائل مساعده. يعني ما دام السؤال والله مش صعب عن جد. سنابك والخيل يعني مش صعب. الإجابة رقم 3 الحوافر. الحوافر؟ جواب نهائي؟ جواب نهائي. الحوافر جواب نهائي. ايوه. هي انت غلطت بين الشعائر والعشائر. مش هيك؟ ليش قلت الحوافر؟ لأن ربطتها بشغلة مختلفة يعني يمكن. بالخيل؟ اي بالخيل. سنابك الخيل. جواب صح. صار الفوز بخير. حوافر الخيل، السنابك، سنابك الخيل بدك تقراها بكتب الادب والشعر والكذا. يلا السؤال الرابع ب1000 ريال. واحد من هؤلاء لم يكن شاعرا. ايوه. طرف بن العبد، ابو نواس، ابن الرومي، ابن المقفع. يلا هلا بدك تلحق حالك. يعني شافوني ضعيف بالشعر راح يركزوا على الشعر. والله مش عارفينك مفتش مالي والله. بس يعني والله أسئلة مش صعبة. واحد من هؤلاء لم يكن شاعرا. طرف بن العبد، أبو نواس، ابن الرومي، ابن المقفع. في واحد ما كان شاعر بيناتهم الأربعة. مين هو اللي ما كان شاعر؟ هات لنشوف. طرف بن العبد. فكر منيح. معك 500 ريال. بعد عندك وسيلة. بعد عندك وسيلة واحدة للاتصال بصديق. بدكم تبدوا مع وسائل 4 أجزاء على 2000. لا هو بعد ما تصير، بعد ما تجاوب على السؤال الخامس بضل عندك وسيلة واحدة لتبديل السؤال. إذا وصلنا له يعني. ما بعرف والله. يلا. هو يا طرف بن العبد يا ابن المقفع. بدك تختار واحد. يعني طرف بن العبد شو في عصر هذا كان. ابن المقفع هو شاعر. نعم. ابن المقفع. مين قال لك؟ والله اتوقع ان ابن المقفع مش كان شاعر. ما كان شاعر. ما كان شاعر؟ لا ما كان شاعر. متوقع هيك. ايوه متوقع هيك. انت قاري كتاب كليلة ودمنة؟ ايوه.
لا ما قاري صراحة. ما قريته؟ لا ما لازم تقرا. بس ترجع على مسقط اقرا كتاب ابن المقفع كليلة ودمنة. لأنه هو كاتب مش شاعر. كاتب مش شاعر هيك بدك تقول؟ يعني ما كان شاعر. جواب نهائي. صاروا 1000 ريال. جواب صح ابن المقفع. طرف ابن العبد ابو نواس ابن الرومي شعراء. السؤال الخامس ب 2000 ريال. بعد في الشعر ولا لا لا. واحدة من هؤلاء ارتبط اسمها بالجنائن المعلقة. بلقيس، سميرة ميس، كليوباترا، ألكسندرا. سميراميس كان هي في مصر ملكة، وبابل في العراق، وكليوباترا بعد مصر، فبقت الكسندرا وبلقيس. الكسندرا اسم غير عربي وبابل دولة عربية، فتوقع بلقيس عشان كذا حدسي هو بلقيس. جواب نهائي؟ جواب نهائي. بلقيس؟ بلقيس كانت في اليمن. شيك؟ لا ما اتوقع كانت في اليمن. كانت في زمن سليمان الحكيم. في العراق بس هو كان في اليمن. صح هو كان. سليمان الحكيم كان في اليمن. لا. هي كانت في العراق. طيب ليك سميرة ميس هي اللي كانت ارتبط اسمها بجنائن المعلقة. ما استخدمت وسيلة المساعدة. كان عندك اتصال بصديق. لأول مرة بتحصل معنا انه حدا ما بيوصل للسؤال الخامس، بس ما في وسيلة يساعدك ابدا. يعني مشينا قصة حوافر الخيل، سنابك الخيل، بس ما فينا. على كل حال انا متأسف، بدي ارجع الى ضيوفنا ناخذ متسابق اخر. جهزوا حالكم وبدنا نودعه بتعيد محبة للاخ بريد. يلا دايما هيك، مصائب قوم عند قوم فوائد.